ويلا بينا تبدأ الأحداث مع أراتا، وهو يسأل شون كيف يمكن للشخص أن يحصل على بنت تحبه لكن أخوه لا يعرف، رغم أنه في علاقة مع بنت اسمها ويو، ولهذا هو يريد أن يعرف الطريقة السحرية لنجاح هذه العلاقة، بالإضافة إلى أنه مهتم ببنت ويجد أنها ظريفة جدا، رغم أنه وريث لعائلة شينوجي بإمكانه اختيار أي فتاة يريدها، لكنه يواجه صعوبة في أن يعترف بحبه لتلك البنت. وفجأة جاءوا الأخوات. أوكا قالت له إن هذا الانفعال لا يلائم مظهر وريث العائلة، التي تقول سيها إن محادثات الشباب في العادة 30% عن الفتيات، و10% عن الهوايات، و60% عن السيكو سيكو، لأنهم كانوا يظنون أن أراتا يسأل سون عما يفعله في علاقته مع ويو، لكنه شعر بالإحراج وقال لهم إنه لم يتحدث عن ذلك أبداً. لكن شون أوقع به وقال لأوكا إنه تحدث عنها وعن تلك المنحنيات التي ظهرت في جسدها مؤخراً. هذا جعلها تشعر بالإحراج، ولهذا قالت لكلبها أن يهجم ويأكل أخوها حتى الموت. وبدأ الكلب يعد أراتا، لكنه عصب وقال لهم لماذا هو سوف يعامل إخوته بانحراف، هم غبيات فقط ويصدقون كل شيء. لتقول الأخت الكبرى إنه يجب عليهم أن يعطوه القليل من الحرية، فهو شاب كبير ولا زال عازبا. لكن أوكا قالت إنه بسبب ذلك أصبح سيء الطباع ولسانه سيء، وفوق كل هذا يقضي كل يوم محاطا بفتيات جميلات. لهذا من الطبيعي أن يكون بهذا الشكل لأن الآثار الوراثية الضارة التي يسببها الزواج من الأقارب شائع جدا، وهذا ما يميز عائلتهم. لكن الوحيدة التي كانت في صفه وقالت إنها تراه شخصا رائعا جدا هي مينامي، وهو من سعادته كان سوف يحضنها، لكنها ضربته ضربة قوية جدا واعتذرت منه لأنها تلعب الألعاب القتالية، وبسبب ذلك أصبحت ردة فعلها لا إرادية. بعدها أوكا سألت أخواتها هل هم متفرغون يوم السبت، لأنهم سوف يقومون باحتفال وعيد ميلاد، وكل البنات سيكونان متفرغين السبت القادم، لهذا اتفقوا أنهم سوف يجتمعون يوم السبت. لهذا خرجوا، وكل من يراهم يقول عنهم إنهم الأخوة الخمسة الجميلات من عائلة شينوجي، والكل يتمنى لو كان يعيش معهم. وفي الجهة الأخرى الأخوين، لأنهم في المجموع 7 أشخاص، 5 بنات وشابين، وكانوا يقولون إن شون جدا والأخ الكبير لديه الصورة رهيبة. بعدها ذهبوا للمدرسة، وكان يتحدث مع أخوه عن صعوبة العيش مع 5 فتيات، والفارق الذي بينهم هو سنة واحدة بين كل فرد وآخر. فالبنات يعتبرون الحزب الحاكم، والشباب هم المعارضة، والبنات يمكنهم ضربهم، لكن هم لا يستطيعون الرد لأن والدهم في صف البنات دائما. ليرد عليه سون إنه كان يتعرض للتعذيب في صغره، لكن هذا طبيعي، فهم يعيشون مع 5 من أجمل البنات في العالم، ولكل واحدة فيهم شيء يميزها. فمثلا بانري، والتي هي البنت الكبرى، لديها 18 سنة، وهي تدرس في السنة الأولى في الكلية، مرموقة جدا وتريد أن تكون ممرضة، وتتمتع بشخصية رقيقة مما يجعلها ذات شعبية فائقة بين الناس بكافة الأعمار صغارا وكبارا. وهناك سيها، وهي ثاني أكبر أخت بعمر 17 سنة، وهي في السنة الثالثة في المدرسة الثانوية، وهي مجتهدة حقيقية تترأس نادي العلوم ولديها أفضل الدرجات في المدرسة. شخصيتها متحفظة وسلوكها هادئ مما يجعلها شهيرة جدا في الثانوية. وهناك أوكا، ثالث أكبر أخت بعمر 16 سنة، وهي في السنة الثانية في الثانوية، رياضية بامتياز وذكية، وهي نجمة فريق السباحة حول المضمار، وهي محترمة على نطاق واسع والمرشحة لتكون رئيسة مجلس الطلبة القادم. وهناك مينامي، رابع أكبر أخت بسن 15 سنة، وهي في السنة الأولى في الثانوية، طفلة أعجوبة حقا. فقد حققت بطولة التنس في الإعداديات 3 مرات متتالية، يعتبرها الكثيرون رياضية أولمبيستابلية، جاذبيتها صبيانية، لذلك جعل الكثير من الإناث يتابعونها أيضا. وهناك كوتونو، وهي الأصغر بعمر 14 سنة، هي في السنة الثالثة في الإعدادي، وبسبب مظهرها الهادئ واللطيف
يجعلها ذلك الأكثر لطافة في كل مكان، مما يجعلك دائما تريد حمايتها. وهي تتمتع بشخصية خجولة جدا، لديها قاعدة جماهيرية كبيرة جدا وهي قرة عين الجميع. لهذا أي شخص يراها سوف يقول إنها من عائلة تشينوجي، لكن بالنسبة للناس هم مجرد فتيات جميلات فقط. ليسأل شون أراتا عن مسألة كوتونو هو فزع تلك اللحظة عندما سمع هذا السؤال، ليقول له إنه وهو أيضا يريد أن يتحدث عن هذا الموضوع، لكن هو يريد فقط أن يصرح له ما حدث ذلك اليوم. ليقول أراتا إن كوتونو قالت له إنها تحبه، لكن ذلك لا يعني أي شيء، رغم أنهم ليسوا إخوة من نفس الأم، لكن لديهم أب واحد، لهذا الأمر بينهم مستحيل. بالإضافة إلى أنه معجب ببنت، وعندما نظر من النافذة وجدها تمر بجانب المدرسة. لكن بالنسبة لشون فهو يرى أن ما حدث لأراتا في طفولته جعله سلبي جدا مع الفتيات. بعدها في الليل هو كان في غرفته وكان يفكر هل يراسل البنت التي هو معجب بها ويقوم بإضافتها لجهة الاتصال أم لا؟ وكان متردد جدا، لكن في الأخير لا يستطيع إضافتها كصديقها بدون عذر، وكان يفكر في الشيء الذي سوف يفعله لو هي رفضته. بعدها جاءت أخته أوكا ليساعدها في الدراسة، لكن هو سألها ألا تظن أنها ترتدي ملابس خفيفة؟ لكنها لماذا سوف تقلق بشأن هذا الهراء في منزلها؟ من بعدها هي سألته عن البنت التي هو يحبها، لكن هو تفاجأ من كلامها المفاجئ، لتقول له إن شون أخبرها كل شيء وعن الشيء الذي تحدث عنه في الصباح، وبدأت تلح عليه لكي يخبرها، فهما يعتبران توأمان. هو حاول في الأول أن يخبرها، لكن هي لم تتركه، لهذا قرر أن يخبر أخته بكل شيء، وبما يظن أن يوكوياما بنت ظريفة جدا. وهذا فاجأ أوكا، لأنها في نفس اللجنة مع تلك البنت، وكانت سوف تتصل بها، لكن هو حاول أن يمنعها لتقول له إن أوكوياما تعيش في مكان قريب، لهذا يمكنها أن تتنزه معهم في عطلة نهاية الأسبوع، لكن هو منعها من ذلك وقال لها إنه لم يطلب مساعدتها، لكن هي قالت له إنها لن تدعوها من أجله فقط، بل هي أيضا تعتبر صديقتها، إلا أنه لا يريد موكا أن تساعده، يجب أن يفعل هذا الأمر من أجل نفسه. لتقول أوكا إنه يجب عليه أن يفعل هذا الأمر لأنه واجبه، فهو وريث العائلة، وإن لم يفعلها من أجل نفسه فعليه أن يفعلها من أجل أبيهم. ليقول لها إنه لديه طريقته للقيام بالأمور، لهذا يجب عليها ألا تتدخل، لكنها غضبت منه وقالت له إنه يمكنه أن يفعل ما يريد. بعدها هو بدأ يفكر في أنه دوما يفكر في القدر وكيف يتحكم بحياتهم. ماذا لو لم يكن من عائلة شينوجي؟ ماذا لو لم يكن لديه 5 أخوات بنات؟ كيف كانت سوف تكون حياته المستقبلية والشيء الذي سوف يخبئه القدر له؟ بتلك اللحظة وفجأة وهو ذاهب للمدرسة صدم الصدمة التي لن ينساها أبدا. وجد تلك البنت التي يحبها مع شخص آخر، وغالبا هي تحبه وهم في علاقة. هذا الأمر جرحه كثيرا، وقال إن القدر يفرض نفسه دائما لأنه مكتوب بالفعل. بعدها عاد المنزل وجاء وقت العشاء ووقت الحفل، وهي قالت له إن عليه أن يبدو وسيما لأنه لديهم حفل عيد الميلاد، وهو غير ملابسه. وأوكا تفاجأت لأنه كان يبدو وسيما جدا، وقالت له إنه أنيق أكثر من العادة. وليس هو فقط، بل كلهم تألقوا وارتدوا ملابس، وبغض النظر عن جمال الملابس فهم جميلات جدا. لكن فجأة بدأت أوكا ومينامي يتشاجران، لأن مينامي استعارت سماعات الأذن الخاصة بأوكا، لكن أضاعت واحدة منهم، وبدأ يشتد الصراع بينهم حتى تدخل أراتا وصاح عليهم وقال لهم إنهم جميعا إخوة وعائلة واحدة وبلا استثناء، وهذا كان كاف ليوقف الشجار بينهم. وقال إن عليهم أن يهدأوا الآن، لأن الأب سوف يأتي قريبا ويجب ألا يراهم يتشاجرون، أما سماعة الأذن فسوف يجدونها. وبعد ذلك جاء الأب وجلسوا للعشاء، لكن الأب قال لهم إنه يريد أن يتكلم معهم حول أمر مهم جدا قبل العشاء، لأن هناك شيء لطالما كان يريد أن يقوله لهم في عيد ميلاد كوتونو 15. لكن عليهم أن يتذكروا أن لا شيء سيتغير من حجم محبة والدهم لهم، لكن هناك موضوع يجب أن يعرفوه،
فهم ليسوا إخوة حقيقيين. أراتا كان مصدوما في تلك اللحظة. ما الذي يعنيه بأنهم ليسوا إخوة حقيقيين؟ ليحاول الأب أن يغير الأمر ويجعله عاديا، وقال لهم إنهم كلهم أبناء بالتبني، لهذا هم إخوة بالتبني، وهو يتفهم سبب صدمتهم، لكنهم كبروا الآن بما يكفي لتحمل هذه الحقيقة. وهو كان قد وعد تشيرو أمهم بأنه سوف يخبرهم بهذا السر في ميلاد كوتونو ال15. أوكا قالت: هل هذا يعني أنهم ليسوا إخوة؟ ليرد عليها أن مينامي وسيون توأمان، أما البقية كلهم لا يوجد رابط دم بينهم. هذا الأمر جعلهم مصدومين، وبالأخص أوكا وأراتا، لأنهم كانوا يعتبرون نفسهم توأمان، لكن هو يؤمن بأنهم يستطيعون التصالح مع هذا الواقع، وهو سوف يجيب على أسئلتهم في أي وقت يريدون، ويعدهم بأنه سوف يخبرهم بالحقيقة فقط، وهذا كل شيء. لهذا يمكنهم بدء الاحتفال بعيد ميلاد كوتونو. وبدأوا يضعون الأطباق أمامهم، لكن كلهم في تلك اللحظة كانوا غارقين في اليأس وفي بحر من البرود والتفكير. كلهم يسألون: هل حقا هم غرباء؟ لأنه بين ليلة وضحاها انكسر ذلك الرابط الذي بينهم. وبعد أن انتهوا استمعوا كلهم، لكن لم يجدوا أي شيء يقولونه لبعض، حتى أنهم كانوا متفاجئين من أن مينامي أكلت، فهم لا يستطيعون حتى تذكر ما أكلوه. لتقول لهم أوكا إنها تفهم بأن أباها لم يرتكب أي خطأ، لكن من المؤكد أنه كان بالمقدور أن يختار وقتا أنسب ليخبرهم بهذا الأمر. لترد عليها سيها إنها تظن بأن هذا هو الوقت المناسب، بالإضافة إلى أنه لا يوجد شيء يستطيع أن يقف أبداً أمام الحقيقة، بالإضافة إلى أن والدهم قطع وعداً على أمهم بأنه سوف يخبرهم في عيد ميلاد كوتونو. لكن أوكا تفهم ذلك، لكنها لا تستطيع أن تتخلص من الشعور بأنه تم الغدر بهم وأنه كتم عنهم هذا الأمر. لهذا كانوا يطلبون من أختهم الكبرى أن تخبرهم بشيء ما عن صغرهم، لأنه عندما جاءت كوتونو كان عمرها هي 14 سنة، لكنها قالت لهم إن ذلك لا يهم، فهم كانوا مع بعضهم البعض طول هذه المدة، حتى لو كانوا غير مرتبطين بالدم، فهذا لن يغير أي شيء بينهم، هم سوف يبقون إخوة. وكلهم كانوا يوافقون على هذا الكلام. بعدها أراتا عاد لغرفته وكان غارقا في التفكير، وقال إنه كان يتحدث عن القدر، لكن مرة أخرى يفاجئه هذا القدر. ها هم الآن متبنون وليسوا إخوة حقيقيين. لكنه أيضا يوافق على كلام الأخت الكبرى، لا يستطيع أن يعتبرهم سوى إخوته. لكنه تذكر ذلك المشهد عندما رأى البنت التي تعجبه مع ذلك الشاب، وقال إنه يوم سيء جدا، وكان سوف يذهب لكي يستحم، لكن عندما دخل الحمام وجد ملابس أخته هناك. هذا الأمر فاجأني في الأول، لأنني كنت أظن أنه الحمام الخاص بغرفته، لكن بعدها عرفت أنه الحمام الخاص بالمنزل، لهذا طبيعي أن يكون هناك ملابس أخوت البنات. بعدها هو دخل الحمام، لكن تفاجأ وجد هناك كوتونو. هي شعرت بالإحراج، وهو صدم لأنها كانت هادئة كالنينجا، لم تصدر أي صوت، وكان يظن أن الحمام فارغ، وقال لها إنه سوف يذهب إلى غرفته حتى تنتهي، لكنها طلبت منه طلبها المعتاد أن يساعدها في الاستحمام ويحك ظهرها، ليقول لها هو إنها الآن في الثالث الإعدادي ولا تستطيع فعل هذا الأمر بنفسها، لكن هو أيضا لم يرفض ليساعدها، فهي تبقى أخته الصغرى. بعد ذلك أوكا تحدثت مع سيون وسألته عن أراتا وعن الشيء الذي قاله له، ليسألها هل ينتابك الفضول؟ لتقول له لا، لكن هي تعلم أن الأمر سوف يكون صعبا على أراتا، فهم ليسوا مرتبطين بالدم، لكنهم قضوا 16 سنة معتقدين بأنهم إخوة، لذلك هي تعتبره نصفها الآخر، وغالبا هو يعتبرها نفس الشيء. ليقول لها شون سواء كانوا مرتبطين بالدم أم لا، سوف يبقى هو وريث العائلة ولن يتغير أي شيء. لترد عليه هي إنها تتمنى أن يكون كلامه صحيحا، ليرد عليها هو إن الشيء الوحيد الذي سوف يتغير هو الأوراق، وكيف سوف ينظرون لهم الناس عندما يعلمون بهذا الأمر، بالإضافة إلى أن الشيء الوحيد الذي سوف يتغير الآن هو أنه سوف يتمكنون من الزواج من بعضهم البعض. في تلك اللحظة
كان أراتا يعيش صدمة عمره لأن كوتونو فاجأته